السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم مقروض بشكل جديد وطريقة جديدة ناجح من أول مرة للمبتدئات. مع السر اللي يخليه ينجح لك حتى وإذا نوعية السميد تاعك ماهيش مليحة، يعني ما يكونش سميد من النوعية الممتازة. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم وشهية طيبة. بسم الله على بركة الله. أول حاجة مقادير الوصفة الأولية: عندي 2 كيسان سميد متوسط، كيس فرينة، نص كيس سميد خشين، كيس تاع مارغرين ذايبة، 3 أرباع كيس تاع زيت، وكيس ما زهر، مغرفة عسل، مغرفة تاع شاي ملح، مغرفة تاع شاي بيكربونات الصودا، ومغرفة فاني. في غيسيبيون نجيبو نحطو اول حاجه المقادير السائله اللي هي اول حاجه نحطو المارغرين. خيشتو المارغرين كي نذوبها بعد تصفي هذاك الماء تاعها. شوفوا انني ما ضفتوش، هكذا نسيي ما نضيفوش. نزيدو نضيفو الزيت، نزيد نضيف الماء زهر، نضيف الملح والبيكربونات، ونضيف لاباني تاعي والعسل. تقدري تستغني على العسل، تبدليه بالسكر، بصح العسل الخيل راح يعطيك نتيجه في الاحمرار بزاف بزاف مرضيه. من بعد تشوفوا كيف حمر لي المقروط تاعي بفضل العسل. ومن بعد نجيبوا المقادير الجافه، نضيف السميد الرقيق والمتوسط، الخشين عفوا والمتوسط، ونزيد نجيب الكاس تاع الفرينه نضيفه ونخلط المكونات مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. جيت تخلط بالفويش، تخلطوا مع بعضهم وتجانسوا. خلاص هنا نغطيها ونخليها على جنب حتى نشوف اذا السميد راح يشرب هذوك المكونات ولا اها. نخليها ونروح نوجد الغرس تاعي. عندي غرس ضفت له مغرفه تاع كوكاو، مغرفه ولا 2 مغارف تاع جلجلان. تقدروا ديروا كوكاو مرحي ولا لوز، انا درت لوز. نتوما تقدروا ديروا الكوكاو الجلجلان، وندير مغرفه صغيره تاع مارغرين، ونعجن هكذا هذاك الغرس مع ذوك المكونات هكذا بيدي كيما راكم تشوفوا. كي يدخلوا المكونات كامل في بعضهم، انا حبيت نزيد له شويه ما زهر باه يجي مبسس وطري. وهاو ليكم الغرس تاعنا بعد ما كملناه عجناه ولميناه. ومن بعد انا حبات المقروط تاعي كامل يجيو كيف كيف، قد على حبه واحده. حبيت نوزن هنا الغرس، وزنته على 15 غرام كيما راكم تشوفون. نوزن الحبات تاوعي، نوزن العجينه تاع العرس كامل. ها هو ليكم بعد ما كملت نولي نروح للعجينه، نشوف العجينه تاعي، نشوف هنا نعرف نوعيه السميد اذا مليح ولا ماشي مليح. هنا السميد تاعي لاباس، او شرب هذوك السوائل، وانما العجينه مازالت طريه. دونك واش درت؟ انا جبت كاس تاع فرينه وبديت نضيف فيه بشوي حتى نتحصل على القوام اللي نتحصل اللي لازم نوصل عليه لعجينه المقروط. كما نعرفوها تجي مبسه، بصح ما تجيش طريه بزاف وين ما تقدريش تشكليها. انا هنا كانت مازالت طريه بزاف. ضفت لها كاس تاع فرينه، نضيفه كامل ونخلطها مليح ونخليها ترتاح حوالي ربع ساعه. بعد ربع ساعه نولي ليها نشوفها اذا سي بون ولا نو. إذ انا هنا لقيتها سيبو، يعني العجينه راهي شربت مليح وراهي مبسه وطريه كما نحوز. اذا لقيتوها مزالت تقدروا تضيفوا لها نص كاس تاع سميد متوسط، وتضيفوه بشوي يعني، وتحركوه وتخليوها ترتاح. عليها دائما ننصحكم انكم تتفرجوا الفيديوهات للاخر باه تشوفوا كامل لي زاستيس. كاين لي زاستيس اللي نمدهم مع الاخر تاع الفيديو. هنا عندي العجينه، عفوا ما قلت لكمش العجينه وزنتها على 45 والغرس على 15. تقدري تنقصي من الغرس، تقدري تنقصي من العجينه كما تحبي. انا هنا استعملت هذا المول، هذا هو اللي شكلت به شكل جديد للمقروط ويجي مليح كما راكم تشوفوا. هنا نبدا ننقش فيه بهذه الطريقه، يعني ما يشدش اليد وسهل في النقيش تاعو، مش واعر، ما يتعبش. هاي ليكم
كي نحس بلي النقاش بدا يلصق نديرو شويه في الفارينه، نغطسو شويه في الفارينه ونكمل ننقش بما ما تلصقليش العجينه في النقاش. وهاي ليكم. وهنا نزيد نكمل بنفس الطريقة. شوفوا كيفاه ندير. نجيب العجينة نحلها هكذا شوية على راحة اليد، ومن بعد نجيب الحشوة تاعي نديرها ونسكر عليها بهذه الطريقة. ومن بعد قبل ما نديرها في المول نمرمدها شوية في الفرينة باه ما تلصقليش في المول، ونحطها في المول تاعي. ونزيد ندير حبة واحدة اخرى معكم كما راكم تشوفون، نحلها شويه راحة اليد، ندير فيها الحشوة هذيك تاع الغرز، نديرها شويه نمرمتها في الفرينة باه ما تلصقليش، ونحطها في المول بنفس الطريقة. نضغط هكذا شويه باه يجي الشكل تاعو مليح ويدي من هذيك الرسمة تاع المول. ومن بعد نديمو ليهم وننقشهم. بزاف ساهل وما يشدش اليد ويجي بزاف بنين. ننقشو ثاني كما قلت لكم، النقش تاعو يجي ولا اسهل. تلمو العجينه طريه ما تتعبش. هاي ليكم. بنفس الطريقه نكمل باقي الكميه تاعي حتى نخلصها ونستفهم في المول. ومن بعد ندخلهم للفرن مسخن مسبقا، درجة الحرارة 180 كالعادة. انا نحب تتحكمي في درجة الاحمرار. انا نحب المقروط يجي احمر بزاف. وهنا ثاني نسيت ما قلت لكمش باللي في هذاك في الوسط تقدروا اذا درتوا كوكاو في الحشو تقدروا ترشقوا حبات كوكاو. اذا درتوا لوز كما انا تقدروا ترشقوا حبات لوز. سينو تقدروا تزينوهم هكذا كما درت انا بشوش الورد. كاين حبات زينتهم باللوز وكاين حبات زينتهم بشوش الورد. التزيين اختياري وتقدروا ما ديروش مره، تخليوهم كيما راهم ثاني شكلهم يجي بزاف بنين. قلت لكم نتوما تتحكموا في درجه الاحمرار تاعو. انا نحب المقروط يجي احمر. دوك نعت لكم كيف حمرت. وهذا السر ثاني سر الاحمرار يرجع العسل اللي درتو. العسل يخلي المقروط تاعك يجي احمر ويجي بزاف بنين. تقدري تخليه شويه مايل للصفوريه، ما تحمريش لهذه الدرجه. قلت لك انت تتحكمي. هنا التعسيله الاولى وش هي؟ جبت العسل هكذاك بارد، ما درت له حتى اضافه، وعسلت حبات المقروط تاعي. هذه التعسيله الاولى اللي قلت لكم. العسل بارد يعني ما درت له والو، لا قارص لا ما زهر لا والو. العسل كيما راه ضفته. ومن بعد كاين نعسلوهم ونخلصوا نحيوهم خبيهم في بورتمونجي وخبيهم الوقت اللي حبيتي. كي تحبي تجبديهم عاودي عسليهم برك بعسل سخون وراح يجيك المقروط كأنك هذاك وين طيبتيه. يجي بزاف بنين ويجي كأنه جديد. يعني كي تعاودي له التعسيل وتعسليه بعسل سخون يجي كأنه هذاك وين طاب. وهنا بعد ما كملت نعسل حبات المقروطة تاعي كامل نديرهم في صحن التقديم بهذه الطريقة. وهب لكم المقروطة تاعي بعد ما عسلته. نتمنى أن الوصفة تنال إعجابكم وشهية طيبة.